حاجات مهمة جدا لازم اخد بالي منها وانا بعزل. قلنا قبل كده ان انا العزل بتاعي عبارة عن 6 خطوات لو انا هعزل صح. طيب شوية بقى ملاحظات ناخد بالنا منها. اول حاجة قلنا ان انا انضف السطح كويس جدا، لو في جبس او كسر، والجبس ده لوحده مشكلة فلازم تنضف كويس جدا. انا عايزة السطح بتاعي يكون مستوي. فبعد ما بتنضف كويس جدا طبعا لازم بتكنس بقى بالمقشة عشان التراب، لان لو في تراب معايا العزل كده مش هيشتغل. فبتكنس السطح بتاعك كويس جدا وتستخدم البلاور عشان يزيل اي اتربة عندي. بعد ما نضفنا السطح كويس جدا طبعا اخد بالي برضو منساش ان انا اعمل نفس الكلام في الاركان، علشان احنا لما هنيجي نحط المادة بتاعتنا مش على قد اللي هو الارضية بس، بعملها برضو في رقبة ازازة اللي هو يعني بوصل لجزء من الحيطة بتاعتي. فاهم حاجة عندي زي ما قلنا هننضف كويس جدا. بعد كده هتكنس كل الكلام ده وتستخدم البلور علشان الاتربة. تهتم بالاركان كمان معاك. المهم عندي ان انا اوصل لسطح الخرسانة ويكون السطح عندي مستوي. بعد كده لازم بترش مية على الارضية وعلى الحوائط. ونبدأ بقى نجهز المونة بتاعتنا. هنعمل طبعا المونة ونعمل على الأركان وزي ما قلنا بزاوية 45 أو رقبة إزازة. يعني متعارف عليها جدا إن دي اسمها رقبة إزازة. ليه بقى؟ لأن أنا بعملها بزاوية 45 أو اللي هي ربع دايرة، علشان لو عملتها زاوية قايمة 90 دي كده اللي هو الالتقاء ده هيبقى نقطة ضعف، وأنا بقى مش عايزة نقطة ضعف، بحاول أتفادى يعني الكلام ده. فبنعملها رقبة إزازة. بعد كده هتبدأ تجهز بالمادة بتاعتك، ولنفترض ان احنا هنستخدم سيكا 107. اخد بالي من حاجة مهمة جدا، لازم تشتري المادة بتاعتك من الوكيل المعتمد، بلاش تاخد من اي مكان لان ممكن تكون مضروبة. فالاحسن ناخد من الوكيل المعتمد، علشان انا دلوقتي بعزل بدفع فلوس، يبقى عايزة يكون في اللي هو العزل مظبوط، ما اقعدش اعمل كل ده وفي الاخر تطلع حاجة مش صح. ناخد بالنا ان انا برضو التزم بالمقادير اللي مكتوبه. هتجيب الشكاره والجيركن بتاعك بيكون مكتوب المقادير، استخدم كذا، ما تقعدش بقى تزود من عندك او تقلل. زودت قللت يبقى الماده دي ولا كانها بتعمل اي حاجه، لانها بتفقد الخواص بتاعتها. كل شركه عارفه المقادير وبتبقى كاتباها، فتلتزم بالتعليمات او المقادير اللي مكتوبه على الشركه بتاعتك، الماده يعني اللي انت اشتريتها. لو احنا شغالين بسيكا 107 وزي ما قلنا قبل كده ان هي افضل نوع عزل عندي في اللي هو الشقق او الوحدات السكنيه، ناخد بالنا طريقه التقليب بتكون ميكانيكي، يعني هتقلب ميكانيكي مش يدوي، محدش يروح يقلب بايده. واقل مده تكون 10 دقايق علشان الماده تشتغل معايا، لان زي ما قلنا اي تعليمات مكتوبه الشركه بتكون كاتبه التعليمات بتاعتها، لازم التزم بيها، ما اقعدش بقى اقلل